النهارده انا جاي اتكلم عن شاب جميل اسمه حسن رضوان. حسن رضوان يا جماعه فتح اللعبه في الجوله الاولى، تمام؟ بعد ما فتح اللعبه في الجوله الاولى حط التشكيل بتاعه، وتقريبا امه ندهت عليه فنسي الباسورد او ايه اللي حصل انا مش فاكر. بس مش دي المشكله، مش دي القصه. المشكله يا اخوانا ان حسن حاطط في التشكيل مين بقى؟ حاطط طارق ويسكي، حاطط 4 لعيبه من فولهام، مكابتن راؤول. ده لو راؤول جونزاليس مش هكابتنه. يعني انا مش فاهم ايه الثقه دي. انا مش فاهم. لو انت مقدم محتوى مثلا هتيجي مثلا في الجوله ال15 شفته انا كان عندي حق لما قلت في الجوله الاولى نعمل كذا، انا مش عارف ايه افراح سوسن بدر اللي انا فيها دي. المهم يا معلم، هو لا عنده ساكه ولا عنده لاكه ولا عنده شاكه ولا عنده اي حاجه يا ولاد المتنازل، ما عندوش حاجه. لا هالاند ولا صلاح ولا ساكا ولا سون ولا بوين عبد المعبود ساده محوج ولا اي حد. اللعبه دي ايه طيب؟ ما انا مش فاهم. مبروك يا حسن، الاول على الجوله اللي فاتت. يلا كل الناس اللي بتلعب فانتسي ركز بالله عليكم في الماتش. يلا كل ما يجي لك انفراد اقول جاكسون قال لك جن جنون الكوري. يا عم اقعد بقى. كابتن مارتينيلي نيلي وحشني. يلا كابتن امبومو يا حلوه يا بطه، نبي حارسك يا اختي يا قطه. هنختار كابتن نيكيتيا يا جماعه. عادي، دي لعبه. لكل الناس اللي بتلعب فانتزي ركز بالله عليكم وباركولي. مش عشان جبت نقط كويسه، لا، باركولي يا جماعه. جبت خداديه مريحه قوي. المهم يا اخوانا خلينا نتكلم في خوازيق الجوله ونشوف ايه اللي حصل. اول ماتش كان ما بين ايه؟ ما بين ليفربول وما بين كريستال الذره الشقيه. 2000 سلام وتحيه. زي ما قلت يا جماعه قبل كده، او زي ما قلت في النصايح، والحمد لله والشكر لله. شوف انا قلت ايه. بس انا شايف انسب واحد لاختيار الكابتنه هو كابتن هالاند. ليه بقى؟ لان هيقابلوا لوتون، وهالاند في الماتشات دي بنسبه كبيره بيجيب هاتريك. تبعد عن مين في الكابتنه الجوله دي؟ ابعد عن صلاح في الكابتنه. ابعد عن صلاح، ما تكابتنهوش. انا قلت لك اهو ابعد عن صلاح. جماعه انا اسف، واكيد انتوا عارفين ان انتوا بتعملوا عكس اللي انا بقوله، فيا بخت اللي بيعمل عكسه. وصلاح مش بيتألق في اول جوله بس، لا 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 لا. صلاح بيكسر نظريه كابتن غاندي، بمعنى ان صلاح يعني كريستال بالاس ده من ارخم الفرق اللي بتلعب على ارضهم. بجد هم دفاعيا بيبقوا رخمين جدا، وهجوميا انا اصلا بتبقى ساعه ونص زرقاء، بيبقى كورس انجليزي ما بفهمش فيه اي حاجه. فالمهم قشطه تمام. جه يا عم صلاح قام جايب اسيست وجون. ما من امتى؟ ما انت الجوله اللي فاتت ما عملتش حاجه، ولا انا لما قلت ما حدش يكابتن صلاح قمت انت بقى قلت قال ما حدش كابتن صلاح؟ حبيب قلبي خد يالا الجون ده. طب ليه يا صلاح؟ ده ما حدش تألق ولا نونيز. يالا انت كنت ايه يالا قبل ما تروح ليفربول؟ يالا كنت ايه؟ كنت شغال ايه؟ ولا انت كنت نقاش؟ انت يالا ايه يالا؟ بتلعب ايه انت؟ انا مش فاهم انت بتضيع ايه؟ ولا انت بتهبب ايه في حاجه؟ ومحدش تألق غير صلاح في الماتش ده. ده حتى ارنولد جاب 4 نقط. ايه 4 نقط دي خدامه دي ولا ايه؟ 4 نقط ايلوت جاب 6 نقط وكريستيان جونز جاب 4 نقط. يعني هم دول تألقوا في الماتش. انا مش فاهم ده ايه ده؟ يعني دي ارقام ايه دي؟ شوف انا بقى اول ما قلت صلاح كل حاجه من اللعيبه، كل اللعيبه اللي في الدنيا مش هتألق، صلاح بس اللي هيتألق. بعديها بقى كان في شويه زربيح ماتشات، بيرنلي وبرايتون، برنتفورد وشيفيلد، نوتنجهام والذئاب. كل ده حلبسه، كل ده من الاخر كده حلبسه، تمام. اهمهم كان ماتش اليونايتد وبورنموث. بنلعب على ارضنا وسط جمهورنا، الناس بتحبنا، ومش فاهم الصراحه. يعني انا مش فاهم. في حراسه المرمى كابتن بوشكاش محفوظ، اللي بيبقى اي حاجه بتشط عليه من على اليمين.
لو شط عربيه كارو بحمارين هيخشوا كلهم جوه الجون عادي. انا مش فاهم يا اونانا، اهيانه تعبانه، مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. قدامهم ملك الشاورما كابتن لوك شو عوده حميده دي انا مش فاهم هي بتقول ايه. تمام. على شماله كابتن ريجليون المعار المصاب دائما، على يمينهم كابتن دالوت ملك التسلل، في النص كابتن او الملك ماجواير نجم الشهر، وكل شهر بعون الله يلا ماجواير يلا. على يمينهم قدام النجم الكبير بقى، نجم التيك توك واللايف المباشر، واللي هو مش هعرض ولا هلعب كرة حلوة الا لما تبعتولي عود، كابتن انطوني. قدامهم يعني اللي مش فاكرين اسمه اصلا كابتن مارسيال، مش عارف ده حلاق ولا ايه في الفريق، انا ما اعرفش مارسيال ده يعني انت صعدت ازاي فريق اول لو بتلعب في مبابوي؟ صعدت ازاي فريق اول؟ يعني انا مش عارف الصراحه. بس بنخسر 3-0. ما فيش اي حد ما فيش حد بيعمل نقطه. كان نفسي نكسب الصراحه عشان هنقابل النهارده البايرن، يبقى عندنا روح معنويه، مش نخسر 3-0 في ارضنا. هنقابل البايرن في ارضنا، المفروض نصعد، كوبنهاجن تتعادل مع جلاتا سراي، حسبه كده اقسم بالله ما يعرفها غير اينشتاين، واثنين ثلاثه واخدين نفس الجايزه يعني بتاعت جايزه نوبل للبتنجان. مش عايز اعرف مانشستر كتير، بس فاهمني انت بناء على ايه جريت تجيب مكتوميني، واللي جري يجيب اونانا، واللي يجيب جرانيتشو؟ بناء على ايه؟ انت بناء على ايه اشتريت حد من الناس دي؟ يعني اشتريت برونو طيب ولا انت عملت ايه؟ ده برونو مش هيلعب ماتش ليفربول. خلينا نخش على ماتش ارسنال واستون فيرنا. واستون فيرنا الصراحه فتحوا العداد، قال لك ما هيش فارقه، العربيه دي كده كده ورق، فانا هدوس واللي يحصل. واحد هيسالني ايه احد اسباب او ايه اهم اسباب ان ارسنال خسر؟ مش هنتكلم تكتيكيا اصلا تمام، ولا هنتكلم في اي حاجه. انا بس هقول لك حاجه واحده صغيره. تمام. انا معايا سليبه في الدفاع، معايا ساكا في خط النص، جبت خصوص في الهجوم، معايا 3، كل واحد جايب 2. ده جدول ضرب، ده مش تشكيل، ده مش لعيبه. انا يا جماعه تشكيلي كله قسما بالله يا 1 يا 2 ما عدا ساكا وصلاح، بس كله والله العظيم 1 2 يا مش عارف، وفي واحد سالب 1، يعني في واحد من نيوكاسل سالب 1 اصلا. تمام. فهي كده، انت عيش معايا اللحظه. بيقول لك الفيل سقط. فيل ايه ده؟ انا مش شايف اي زلومه اترفعت في الماتش ده، انا ما شفتش اي حاجه يا عم. انا مضايقني ان انا جايب 3 من ارسنال. امال لو يعني مش عارف بصور فيديوهات على مدفع، مش فاهم مثلا شغال على مدفع رمضان، مش عارف معايا 3 لعيبه من ارسنال. ليه يا معلم معاك 3 لعيبه؟ ليه بجد؟ ليه الثقه دي؟ انا مش فاهم في ايه، مش عارف الصراحه. تشيلسي وايفرتون في مفاجاه غير متوقعه بقى بالمره خالص بقى. كابتن بيكفورد بيعمل ايه؟ 10 نقط، نجم الجوله. كابتن بيكفورد نجم الجوله. استوعب معايا اللي حصل في الجوله علشان تبقى انت فاهم احنا فين. حلو. نجم الجوله بيكفورد في حراسه 10 نقط، جاب كل نقط الموسم في الماتش ده. ايفرتون بتكسب تشيلسي، وتشيلسي بتعبد الزبادي ولا ايه؟ انا مش فاهم ايه ده. دي تشيلسي دي ازاي؟ دي تشيلسي؟ العبد الله يسيب تشيلسي في حالها. سانشيز، كابتن سانشيز بقى افضل ايه؟ قلت افضل حارس للجوله، عمال انا بقى اقول ايه؟ اقول سانشيز نجم الجوله وكل جوله، وماتشاتهم سهله والدنيا حلوه والدنيا جميله. يا ريته طلع بنقطتين، يا ريته طلع ب3 نقط بس وكده، لا ده اتصاب كمان. انا بقيت خايف على اللعيبه مني، انا بقيت خايف. انا مش عارف يعني كابتن صلاح الجوله الجايه بقى ولا ايه بقى، عشان ما يعملش حاجه بقى الماتش الجاي، مش عارف الصراحه. ف زي ما انت شفت كده سانشيز مش بس كده، ده انا قمت ايه بقى حاطط التاتش الجميل، قمت جايب مين؟ المدافع الجهبذ كابتن كولويل.
كابتن كله وليد. جبت كابتن كله وليد وما فيش لا كلين شيت ولا بطاطس كاتشب مايونيز ولا اي حاجه حصلت. تشكيل اقسم بالله حرفيا واحد تشكيل كله ملط ما عدا 2 في التشكيل. واحد جاب 17 واحد جاب 13، الباقي كله 1 2 1 2 بس. الدنيا حلوه الحمد لله. بص انا هنصحك نصيحه، تمام؟ انا عارف ده مش فيديو نصايح بس نصيحه مهمه قوي. اي فريق بيقابل تشيلسي او مانشستر يونايتد هات مدافعين وهجوم منه. حمل اي فريق لو بيقابلوا بلغاريا يعني هات اللي انت عايزه. الفرقتين دول عليا انها ما في امل فيهم. وست هام وفولهام، وانا بحمد ربنا وصليت بعد الماتش ده بسبب ان انا بعت كابتن اريولا. انا بقول الحمد لله والشكر لله. انا كنت بس بقول ايه، تخيل لو اريولا ده كان لعب وكان معايا 5 تجوان 5 بلابل، يا نهار اسوح كان زماني سالب كام؟ 5 تجوان معايا كابتن بقى ايه، بون عبد المعبود سادة محوج. ما هو محدش هيتألق الجولة دي، محدش هيتألق. كابتن بون عبد اعمل حاجة يالا. يا جماعة بتقابلوا فولهام وانتوا بتقابلوا ريال مدريد وعشان بيلبسوا ابيض. انا مش عارف يا جماعة 5-0 يعني ايه 5-0 اصلا؟ يعني انا ما بشوفش في الارقام دي في فريق ليه؟ يعني مانشستر يونايتد ليه ما بيجيبش اكتر من 3؟ يعني وبيبقى ايه 3 ايه، بنبقى خسرانين 4-3 مش بيبقى 3-0 مثلا. بتبقى اللي هو انا نفسي نجيب 4 تجوان في مانشستر يونايتد، نفسي اصلا. فولهام بتكسب 5-0 ومعايا بوين بقى اللي هو عبد المعبود سادة محوج. انا ما اعرفش القهوه فارت ولا ايه اللي حصل، بس يعني اللي حصل بقى كان في اشاعات قبل الماتش ان كابتن هالاند ما سافرش مع الفريق ومش هيلعب ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا عايز اقول لكم دي حسنه حصلت عندي بالغلط، لان كنت حاطط الفايس على صلاح لانه كان كابتن الجوله اللي قبلها. فانا لما شلت عليه الكابتنه وحطيتها على هالاند بقى هو الفايس، وانا قسما بربي ما اقصدها اصلا. يعني انا اصلا بقيت اشوف هو مين الفايس عندي، لقيته صلاح. طبعا بقيت ارقص راب واتعلمت الرقص الراب الصراحه خلال ال20 دقيقه اللي فاتوا دول، والدنيا مشيت الصراحه. واذ استغرب برضو ان معاك ووكر. يعني مانشستر سيتي انتوا اقوى سكواد انتوا اقوى من سكواد جيم، انتوا اقوى من البلاي ستيشن يا جماعه. يعني انتوا اقوى من اي حد. هتعملوا كلين شيت ولا ادرسون يالا؟ انت ايديك مخرومه يالا. انا مش فاهم. قلت ووكر بقى اكيد بقى يعني لوجيك كده بقى احلى كلين شيت. معايا 3 سليبه احلى كلين شيت. كابتن كله وليد من تشيلسي وكابتن ووكر. بس يا معلم احلى 3 كلين شيت عليك والدنيا حلوه وماما حلوه. حاجه تانية بقى تجننك خالص بقى، ان انت تفتكر ان في ماتش زي ده ان مثلا الفاريز بقى هيتألق وهيخرب الدنيا بقى. يلا انتوا بتقابلوا لوتون، يلا انتوا كسبانين بيطلعوا الروح. انا مش فاهم الصراحه. على فكره يلا الفاريز، يلا انت كمين يلا، بس انت كمين يلا والمصحف يلا. انا مش فاهم يلا. ده انا قلت الواد ده هيخرب الدنيا. الواد ده اقل واجب كده 2 3 عشان هالاند مش موجود. طلع بلح قول لي طلع ما فيش، عامل اسيست بيطلعوا الروح اصلا، تقريبا عامله بالغلط. كان متبقي اخر ماتش والصراحه كان ماتش ممتع جدا، ماتش توتنهام ونيوكاسل. وماتش كان يبسطك كده من جواك. ليه بقى؟ مش عشان سن، لا، علشان توتنهام بدأت ترجع الكيان بتاعها تاني، بدأت تظبط التشكيل بتاعها تاني. ريتشارلسون بدأ يرجع وبدأ يتألق. الفريق بدأ يبقى فيه ندية وفيه تحركات الصراحة كانت حلوة جدا من كل الفريق. مش دي بقى الفكرة كمان؟ للمعلومات صحيح سون يا جماعة هيغيب فترة كاس آسيا علشان تبقوا عارفين يعني. فأنا مش عارف الصراحة هعمل إيه بفلوس دي. يعني هفضل مخليه دكة ولا هبيع واجيب حد اجيب مكانه شرابين ولا اعمل ايه؟ مش عارف.
فهي فترة صعبة. بتلعب توتنهام وبدأت أسرح بخيالي كده، بقول يلا ما تجيب حارس توتنهام، ما حارس كويس والنتيجة هي 3-0 وعمالين يزودوا وبقت 4-0. انت بايع على ايه؟ خش بيع، خش بيع قبل ما يغلى بعد الجولة. وما بقاش عارف اجيبه، بس لقيت نفسي ما زلت مزنوق في الفلوس، فبقيت الاتنين حراس مرمى بتوعي وجبت حارس توتنهام مع حارس كومبارس علشان ايه؟ يكملوا الفلوس بالظبط. ما معيش ولا شيلن في البنك، فالدنيا تمام. وداخل الجولة اصلا بسالب 4. ده بسم الله الرحمن الرحيم، والجولة اصلا اللي فاتت ما خلصتش. تمام، مش دي برضو المشكلة. المشكلة انا لسه شاريه حالا، لسه شاريه عشان بيعمل كلين شيت. اقسم بالله بعد ما دوست كونفيرم دخل فيهم الجول. خسروا 4-1. كان نفسي الصراحة يعملوا كلين شيت واقول يالا ده انت جامد يالا، كفاية جهبذة بقى يالا، كفاية تحنيك بقى يالا، عايز تطلع الاول على العالم ولا ايه؟ بس يا معلم ده اللي حصل. انا مش عارف بقى هل ما ينفعش ارجع في التغيير ده تاني ولا هفضل لبسته كده، ولا انا بقى ايه بقى؟ لانه واضح ان هو ماشي على منهج برضه بيكفورد، هيخش فيه جون في الدقيقه حاجه و90. فما نشوف بقى. في النهايه يا جماعه لو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه، لا ما تعملش لا لايك ولا شير ولا سبسكرايب، ما تعملش حاجه. تمام؟ هو بس ادعي المانشستر يونايتد النهارده تكسب والنبي، وادعي ان كوبنهاجن تتعادل مع جالاتا سراي علشان نصعد ونتأهل بالله عليك يا اخي. متشكر يا جماعه وشكرا ليكم، وادعمونا يا جماعه. نفسنا نوصل 50,000 قبل ما السنه تخلص، ناقص لنا بس 7000. والله نقدر، بس مش عارف ازاي، بس نقدر يعني ان شاء الله. شكرا ليكم يا جماعه، اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. سلام عليكم.